راهو قرب العيد، على بالي كنت تحوسوا بزاف على وصفات تاع مطلوع ولا ميني مطلوع. اليوم جبت لكم وصفة ميني مطلوع. راح يكون بزاف خفيف البنات، تقدروا تحضروه غير في المقلاة، يعني بلا طاجين بلا والو. ودرت لكم بواحد الحشو متخ معمر بالبنه، كي نقول لكم بنين تقدروا ديروا بالدجاج باللحم، يعني كيما حبيتوا. جا روعه هذا الميني مطلوع، يعني ياكلوا فيه ويشكروا. تبعوا برك معي الطريقه. الحشو حيكون جد اقتصادي، حندير لكم بواحد الطريقه هكا تزكيوه، ما ديروش فيه بزاف يعني دجاج ولا حام ولا. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اللهم ارحم ابي واغفر له ووسع عنه واجعل مثواه الجنه والفردوس الاعلى مع الشهداء الابرار والصالحين، وارحم جميع موتانا امين يا رب العالمين. يلا نبداو. راح نحضروا الحشو اللي قلت لكم نعطيه لكم كيفاش تزكيوه. بسم الله. شوفوا في مقلاة درت هنا حبه زروديه كبيره ربيتها بسكرفاج رقيق، حبه فلفل صغيره قطعتها خضراء، وشويه تاع معدنوس، وحكمت حبه بصل تاني قطعتها مكعبات، ملعقه صغيره تاع مرقارين، ودرت حوالي 2 ملاعق حتى 3 تاع الزيت. نحكم هنا رشيت رشه تاع الملح وخليت هذا الشيء كلش يدبل، يعني حتى يولي غير قولوا طايب على نار قليله عفوا، مع التحريك المستمر. لازم دائما نسبقوا في الحشو باش يجينا بارد هكا باش ما يقطعناش العجين. هنا البنات بعد ما بدا يدبل لي شويه، بعد ما دبل لي شويه شوفوا كيفاش تكرمل. راح نضيف له هنا حوالي ربع صدر تاع الدجاج قطعته على شكل مكعبات، هاوليك معانا تقدروا ديروه اشي. ونحاول اني نطيب هذاك الدجاج ديالنا، نسيه تاني هو تاني نخليه يتقلى شويه. واكيد راح نتبلو. عندنا شويه تاع الكوري، عندي شويه تاع القزبر، عندي شويه تاع الكركم، وعندي تاني شويه تاع لا موتارد. كوري وكركم ولا موتارد. نحاول نخلط كلش مع بعض بهذه الطريقه. اكيد هنايا خلاص غير قولوا الحشو تاعنا راهو برسك طايب. راح نطفي عليه بعد ما يطيب لنا مليح ندير له غير شويه تاع الماء باش ما ينشفناش. بعد ما نطفي عليه نضيف له حوالي 2 ملاعق كبار تاع جبن طاري، ونروحوا نحضروا مع بعض المطلوع. بالنسبه للمطلوع راح نحضروه في العجان خياتي، لكن تقدروا ديروه بطريقه عاديه بيدكم ويجيكم نفس النتيجه. هنايا عندي الفارينه، حندير لكم بالفارينه. عندي 2 كيلو تاع الفارينه، ديروا اي كيلو متوفره عندكم. راح نديروا فيه ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، تخليه تجي بزاف خفيف هذه الملعقه صغيره. ملعقه سكر وملعقه تاع خميره تاع الخبز. نخلطوا مليح النواشف. ندير معاهم شويه تاع الملح حوالي نص ملعقه كبيره، ودرت ملعقه كبيره تاع الخل، ودرنا 2 ملاعق تاع الزيت. دور الخل حيعطي له خفه هايله. وهنا هذا المطلوع راح نديروه بالبيض، درنا حبه تاع البيض. عندي هنا كيله ناقصه اصبع، نبدا نطم بها العجينه ديالي ونشوفوا اسكو نكملوها ولا لا. نضيفوا تدريجيا مع العجن حوالي نقولوا هكذاك تقريبا حوالي 5 دقائق 7 دقائق وانا نعجن فيها. خدت لي هنايا تقريبا استعملنا نقولوا تقريبا كيلو غير ربع استعملنا تاع الماء. وهاي ليك العجينه كيفاش نتحصلوا عليها تكون بزاف طريه. راح نضيف لها ملعقه صغيره تاع مرقارين، راح يجي قطني تحسي كي تاكلي في البريوش ماشي كامل مطلع. هايل يا البنات هايل. هنا هاي لك العجينه تاعنا تكون هكا تلاصق، تكون مطاطيه كيما راكم تشاهدوا فيها، ونديري وعجينه تاع بريوش. اكيد انا راح نخليها تخمر ويضاعف الحجم ديالها باش نروحوا نشكلوها مع بعض. انا هاي لك العجينه تاعنا خليتها خمرت برك، ما خليتهاش يعني حتى ضعفت بزاف. حكمتها ورشيتها بشويه تاع الفارينه، باش نبدا نقرص فيها. فوالا ديروا لها رشه مليحه تاع فارينه هكا باش ما تلصق لكمش سطح العامل. حتخرج لكم يعني شحال من ميني مطلوع الله يبارك. يعني غير بزوج كيلات هذوك تاع فارينه اللي شفتوهم تقريبا هذيك الكيله تدي واحد نقولوا هكذاك نص رطل تاع فارينه. انا حكمت ورق الطهي رشيته بالفارينه، ونحاول اني نحلهم البنات. هذيك حلوهم بسمك رقيق كيما راكم تشاهدوا. انا درتهم مطلوعات صغيورين، نتوما تقدروا ديروهم شويه كبيرين على دياولي. انني نحلهم غير بيدي تنمو صغار، تقدروا تحلوهم بالحلال. اكيد راح ندير كامل الكميه ونخطيهم بطرشون ونخليهم يخمروا ويضاعف الحجم ديالهم. انا حكمت المقلاة تاعي اللي فيها 2 جهات. انا خيرت هاد الجهه اللي فيها الخطوط باش يعطيني منظر شباب لهداك المطلوع تاعي.
هاهمنيك شوفوا الله يبارك شحال تنفخوا. انا خليتهم خمروا مليح يعني كيما شاهدتوهم. هنا دهنت الطاجين تاعي بشويه تاع المارغرين باش يعطينا احمرار شباب للمطلع، وفي نفس الوقت يعطي ذوق رائع لهذاك المطلع. نحطهم هذوك الميني مطلوعات تاوعي هكا، حطوا 4 على خطره. انا برك ما عرفتش كيفاش نستفهم، لو كان درت 4 نخليهم حتى يطيبوا من تحت ومن بعد نقلبوهم. كيما تقدروا غير يتنفخوا شويه تقلبوهم. فوالا هامنيك معانا. شوفوا اللون شحال يجي شباب البنات، هذيك المارغرين وهذاك البيض والاخر يعني يعطي لون هايل. شوفوا الله يبارك كيفاش تنفخوا معانا ما شاء الله البنات. يجي خفيف وتقدروا هكا ديروا كونتيتي وتخبوها للعيد، ولا ديروا كونتيتي وتستعملوها في عده وصفات لي ساندويتش، يعني بزاف حاجات البيكنيك. من طيبت كامل الكميه اللي كانت عندي وهاونيك معانا. الحشو تاعي راهو بارد جاهز. انا برك زدت له شويه فرماج رابي من الفوق وهو هكاك سخون. شوفوا الله يبارك كيفاش جا معنا البنات، جا اسفنجي. ودوك نقسم معكم الحبه باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. جات متقبه وفارغه، ميم الكو تاعو جا بزاف بنين. قلت لكم انديغي مطلوع بغيوشي. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش جا خفيف، شفتوه جا متقب ما شاء الله مهوي ما روعه. لازم عليكم تجربوا هذا وتقولوا لي رايكم في التعليقات. شوفوا البنات هنايا هوليك هذاك الحشو تاعي قلت لكم قبل ما يبرد ضفت له 2 ملاعق كبار تاع جبن طاري، وزدت له شويه تاع الجبن هكايا مبشور باش يعطينا هذيك تعليقه. عندي شويه تاع الجبن مبشور تاني هنايا. حكمت هنا هذيك المطلوعه فتحتها عفوا، ودرت شويه من هذا الصوص الجيريان. تقدروا ديروا واش حبيتوا. ونحاول اني ندير شويه فوقها هذاك الحشو تاعنا، ونزيد ندير ثاني من الجهه الاخرى شويه تاع الجبن طاري هكذا باش يجينا بنين ما يجيناش ناشف. تزيدوا ديروا لي صوص الفرامج الكومونبير الغرويير واش حبيتوا. ونحكم شويه من هذاك الحشو هكذا وهو سخون، ونتحصلوا على اروع ميني مطلع محشي بحشوه بزاف بنينه واقتصاديه كما شفتوها. هذا هو شكلهم البنات. راح نجهزهم معاكم ونشوفوا النتيجه تاعهم. هامليك معنا الميني مطلع تاعنا هكذا مع غازوزه بارده. واش نقول لكم روعه. اكيد نستنى منكم تجربه الوصفه وقولوا لي رايكم بكل صراحه في التعليقات. شوفوا البنات كيفاش جا ما شاء الله. نتمنى تكون نالت رضاكم هذه الوصفه، وقولوا لي واش رايكم. علي نقول لكم غير تظنوني في موعد اخر. مع السلامه ان شاء الله.